عارف انت لما تبقى موجود في زمن الانتماء فيه قليل، الوفاء ليه فيه للحاجة اللي بتحبها قليل، يبقى دايما المادة هي المتحكمة أولا وآخرا في أي حاجة وفي أي قرار بيتخذ. الموضوع ده مش موجود عند حمزة المسلوسي لحد امبارح بالليل. حمزة المسلوسي لعب في نادي الزمالك، ودخلنا نمنا وتمام التمام، وصحينا الصبح لقينا رسالة وداعية من حمزة المسلوسي لجمهور الزمالك. المشكلة ان هو في الرسالة بيقول في السطر الأول ان هو بيكتب لينا رسالة الوداع، وفي قلبه أطنانا من الحزن والامتنان. يا أخي والله العظيم احنا اللي بنقرأ رسالتك وفي قلبنا أطنان من الحزن والامتنان. حمزة المسلوسي قضى 5 سنين في الزمالك. أنا ما شفتش واحد بجد محترف بيلعب بروح وبيبقى دايما همه على الفريق بتاعه قد حمزة المسلوسي. بجد والله، يعني أنا ما حسيتش إن في واحد من أبناء الزمالك عنده غيرة على الشعار وعنده غل ناحية أي حاجة بتيجي على فريقه زي حمزة المسلوسي. حمزة المسلوسي يا صاحبي، ده عارف أنت اللي هو صاحبك الجدع اللي تاخده معاك اي خناق يسد، اللي وقت ما تحتاج له تلاقيه، اللي لو فكرت انت تقع هو هيسندك. اه والله. حمزه المسلوسي انا مش فاكر في مره احنا ممكن كنا مثلا في وقت من الاوقات بننتقد مستواه، بس عمرك ما هتعرف تنتقد رجولته في الملعب. انا فاكر ان انت ممكن مثلا في الاول تنتقد تهوره، لكن عمرك ما هتعرف تمسك عليه بان هو بخل بنقطه عرق على نادي الزمالك. حمزه المسلوسي انا شفت محترفين كتير من ساعه ما بدات اشجع كوره. انت بتتكلم مثلا على مدار 20 سنه، انا شفت محترفين كتير قوي دخلوا الزمالك. انا في حياتي ما اتعلقت بمحترف زي حمزه المسلوسي، بجد والله. في حياتي ما اتعلقت بلاعب كوره محترف زي حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي كان بيرمي نفسه في النار عشان الكوره ما تخشش جون الزمالك. كان ممكن حمزه المسلوسي جاله صليبي وهو بيلعب في الملعب، ما كانش بيتدرب. حمزه المسلوسي جاله صليبي وهو بينقذ فرصه رايحه على مرمى الزمالك. انا ما شفتش لاعب كوره بيحط دماغه حرفيا في مكان بيخاف اللعيبه تحط فيها رجله وما يكونش من ابناء النادي زي حمزه المسلوسي. انا مش عارف والله، بتكلم دلوقتي وانا مش حاسس ان انا مبسوط، يعني بالعكس. بتكلم مش حاسس جوايا ان الموضوع عدى بسهوله. لا، فتحت الكاميرا وهقول الكلمتين اللي عايز اقولهم او اطلع اللي جوايا، وبعد كده اقعد افتكر بقى ذكرياتك معانا والله. وممكن اقعد اجيب فيديوهات ليك واتفرج عليك، اشوف الكوره بتاعت فيستو مايل لما كان رايح انفراد في نهائي كاس مصر، وحسام عبد المجيد وقف وما رضيش يكمل جري وراه، وانت جيت من نص الملعب زي القطر ورميت رجلك قدام وقطعت الكوره، كانت ممكن رجلك تتكسر. اقعد اشوف الجون بتاعك في الكونفدراليه اللي خلانا نصعد، اقعد اتفرج ليك على حاجات كتير تخليني احس ان انا كنت محظوظ فعلا ان انت كنت مدافع في نادي الزمالك لمده 5 سنين. حمزه المسلوسي لما جه نادي الزمالك كان جاي باك يمين. الزمالك حصل عنده ازمه في المدافعين فتحول معانا المدافع. انا فاكر في مره المدير الفني لمنتخب تونس طلب منه يرجع باك يمين تاني يا اما مش هيضمه للمنتخب، وحمزه المسوسي ما طلبش من الزمالك حاجه زي كده. انا مش فاكر في مره ان حمزه المسوسي لو دراع الزمالك، والله كان بيطلع مني بالعافيه. انا مش فاكر في مره حمزه المسوسي اشتكى الزمالك، مش فاكر في مره حمزه المسلوسي استغل ظروف الزمالك ايا كانت ظروفه. والله العظيم انا ما قادر اقول لك كلمه وداع. اصل انا ما اعتقدش ان في وداع، مفيش سلام في الوداع بين المحبين. يا اخي والله وانا بحبك، وانا واثق انك بتحبنا، وانا واثق انك بتحب الزمالك وجماهيره. عشان كده دايما خليك عارف ان الزمالك وطنك وجمهوره والله اخواتك. احنا هنفضل دايما وقت ما يتذكر اسم حمزه المسلوسي هنقول ان هنا في الزمالك لعب حمزه المسلوسي، قاتل على كل كوره باحترام، قاتل على كل كوره بحب وبشغف. هنقول هنا حمزه المسلوسي عمره ما بخل على نادي الزمالك بحاجه، يشهد ربنا
يشهد الله فعلا. احنا بنحبك من قلبنا، وبنتمنى لك التوفيق في الخطوه بتاعتك اللي جايه. ربنا يوفقك يا حمزه. سلام.